وكده يا جماعة حق الأهلي ضاع، ومفيش أي مباراة هتتعاد، ومفيش أي نقاط هترجع، والأهلي هيتحمل كل المسؤولية عن اللي بيحصل. بس طيب إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ اللي بيحصل دلوقتي نظرية كل واحد بيرمي المشكلة عن التاني، وكل واحد بيطلع حاجات للتاني، بين اتحاد الكرة المصري وما بين رابطة الأندية. اتحاد الكورة بيطلع كلام، ورابطة الأندية بتطلع كلام. طيب ايه علاقة الكلام ده بمباراة الاهلي والزمالك؟ ملوش اي علاقة بيها، ولكنهم مع بعضهم داخلين في مشكلة، والنادي الاهلي موضوع المباراة تعادل والكلام زي كده ده مش هيحصل. طب ايه اللي بيحصل؟ بص يا باشا، اتحاد الكورة بعت او مطلع كلام ان لا يا جماعة، في مشاكل بالنسبة للديون للأندية، والأندية ما بتسددش فلوس اللي عليها، وفي مشاكل بالنسبة للتحكيم، وانا المفترض كاتحاد كرة باخد فلوس من رابطة الأندية عشان التحكيم، وكلام كتير زي كده. طيب تمام، وفين الفلوس اللي على الرابطة؟ الرابطة ما سددتليش الفلوس، ورابطة لو هي كانت المفترض بيها انها تجيب حكم اجنبي، كانت المفترض الرابطة ترفق شيك عشان نجيب حكم اجنبي للموضوع دوت. فالرابطة الكلام يتقال من الاتحاد. طب الرابطة سكتت؟ طب الرابطة ما سكتتش. الرابطة قالت لا يا جماعة، احنا اللي بندير المنظومة، واحنا اللي بندي الحكام، ويا جماعة ما ينفعش احنا اللي بندي الحكام، بندي الفلوس للتحكيم بشكل مباشر، احنا ما بنديش الفلوس لاتحاد الكورة. فهنا بقى ايه، كل واحد بدأ يفتح للتاني. ده بدأ يقول لك ده اختصاصي وده اللوائح بتاعتي، وده يقول لك ده لا ده اختصاصي واللوائح بتاعتي. تمام. هو اصلا ايه في اتحاد الكره ورابطه الانديه؟ ببساطه، رابطه الانديه هي المنوط بيها تنظيم بطوله الدوري، يعني المفترض المسؤول عن تنظيم بطوله الدوري هي رابطه الانديه. طيب مين هو المنوط بتنفيذ اللوائح والقواعد بتاعه الفيفا؟ الاتحاد المصري لكره القدم. يعني في لوائح وقواعد اتحاد الكره بيشرف على تنفيذها، لكن اتحاد الكوره لا يدير بطوله الدوري. اللي بيدير بطوله الدوري هي رابطه الانديه، والمسؤوله عن كل حاجه في بطوله الدوري هي رابطه الانديه. اتحاد الكوره ملوش اي علاقه بالموضوع ده. اتحاد الكوره زي الفيفا بالظبط، مجرد بيشوف بيتنفذ القواعد، بيتنفذ اللوائح، بيرعى المنتخب وحاجات زي كده، لكنه ما بي... مش هو اللي بيدير المنظومه. تمام تمام. طب المفترض التحكيم يبقى تبع مين؟ المفترض التحكيم يبقى تبع رابطه الانديه، يعني ده المفترض، لان هي اللي بتنظم الموضوع ده. فمين المسؤول عن الموضوع دوت؟ هي رابطه الانديه مش اتحاد الكوره. تمام. طب واتحاد الكوره ايه دوره في الموضوع ده؟ مش دور. طيب رابطه الانديه بتقول ايه؟ بتقول انا بعت واتحاد الكوره ما جابش. طب واتحاد الكوره بيقول ايه؟ بيقول لا يا جماعه، ده انا المفترض هم يدونا الفلوس الاول وبعدين نجيب. فهنا تحول المشكله من انه صراع او مشكله ما بين النادي الاهلي وما بين اتحاد الكوره، او على مباراه الاهلي والزمالك، الى مشكله ما بين رابطه الانديه ومشكله ما بين اتحاد الكوره. وكده طبعا حقك ضاع، يعني في هذه المشكله حقك ضاع. هيقعدوا يخبطوا في بعض، وفي الاخر في حد فيهم يحصل له مشكله، ممكن رابطه الانديه تتحل، ممكن ما تتحلش. انت في الاخر الانسحاب اللي انت عملته مش هيجيب ست نقاط، ضاعت منك ست نقاط، ضاع منك فوز سهل على النادي الاهلي، وضاع منك انسحاب هيكلفك ماديا بشكل كبير جدا. وده كله مش هيرجع، ده كله مش هيرجع. النادي الاهلي اخطا عندما انسحب، النادي الاهلي اخطا عندما اخذ قرار ان هو يكتب انسحاب من بطوله الدوري. النادي الاهلي كان في ايده يعمل الكلام ده وهو بيلعب الماتش. يعني النادي الاهلي كان يقدر يشتكي اتحاد الكوره ويقدر يشتكي رابطه الانديه وهو بيلعب الماتش. النادي الاهلي كان يقدر يعمل لهم مشاكل وهو في الدوري عادي، ما ينسحب ليه؟ ايه اللي استفاده النادي الاهلي من الانسحاب؟ ده السؤال المهم. لو حضرتك عارف النادي الاهلي استفاد ايه من الانسحاب اكتب لي تحت.